ازاي تكسب فلوس بالدولار وانت في مصر. في الفيديو ده انا هشارك معاكم 3 طرق ازاي ممكن تعملوا فلوس بالدولار من جوه مصر. لو انت فريش جراديويت دلوقتي بادئ شغل وعايز بتدور على سايد هاسل جنبه، او نفسك تبقى انتربرنور ومش عارف تبتدي منين. بس خليني اكون واضح، كل الطرق دي تبتدي بحاجه واحده وهي السكيل. لو ما عندكش سكيل قويه مش هتعرف تنافس. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. اول طريقه هي الفريلانسنج، ودي ممكن تعملها على مواقع زي فايفر او اب وورك. بس السؤال تبدا بايه؟ هنا السر. شوف، اقعد مع نفسك، فكر ايه اكتر سكيل انت قوي فيها وممكن تحسنها وتقدمها افضل، مثلا زي الكودينج، الايميل ماركتنج، الميديا باينج، او حتى الكوبي رايتنج. اي حاجه تخدم الكلاينتس بره. طيب تعملها ازاي؟ انا شخصيا بحب ادور على كتب في المجال ده وابتدي اقراها، ومش لازم اقعد اقرا كتير قوي، بسمع اوديو بوكس عشان بتسهل عليا اخلص الكتاب في وقت قصير. تاني حاجه والطريقه المفضله بالنسبه لي، ادور على حد قوي قوي فيها على اليوتيوب وكونسيوم كل الكونتنت بتاعه، اشوف هو بيعمل ايه، ازاي بيكبر البيزنس بتاعه، وابتدي اطبق انا الحاجات دي بطريقتي. انا مثلا دخلت الامازون بي بي سي ادز بيزنس، بدات بسعر قليل جدا، كنت اولموست بعمل السيرفيس للكلاينتس ببلاش، بس ده كان عشان انا عايز ابتدي اسكيور اول كلاينتس واعمل بروف اوف كونسبت واوري شغلي للناس اللي بعد كده ابتدي ابيع عليه. اول 3 كلاينتس اولموست كانوا ببلاش، لكن مع الريفيوز والكيس ستاديز ابتديت اعلي سعري واحده واحده واشتغلت مع كلاينتس اكبر. طيب ازاي ابتدي؟ خطوات عمليه لفريلانسنج. اول حاجه اعمل بروفايل محترم، وده ممكن تبتديه على ابورك او فايفر. حط اكزامبلز حتى لو بروجكتس انت عاملها لنفسك. ابدا رخيص وجمع ريفيوز، بعد كده ارفع السعر تدريجيا للسيرفيس اللي بتقدمها. ودي كانت الفريلانسنج وتبتديها ازاي. تاني حاجه معانا اليو جي سي او اليوزر جنريتد كونتنت، صناعه المحتوى. مش لازم تبقى انفلونسر او عندك فولورز كتير، اي حد بيعرف يصور او يعمل فيديو بسيط ممكن يبيع الكونتنت ده لبراندز. انا شخصيا ابتديت اليو جي سي بكونتنت عن القهوه وما نجحش خالص. السر هنا ان انت تجرب اكتر وما تزهقش، ومع الوقت قدرت اشتغل مع براندز كبيره زي ييفز روشيه ودوف، ودلوقتي انا بعمل كونتنت لامازون ادز في كندا والمينا ريجن، وده كله بدا بمحاولات بسيطه. طيب براكتيكال ستيبس ازاي ابتدي اليو جي سي كونتنت. رقم 1، اعمل بورتفوليو على كانفا حتى لو بالمنتجات اللي عندك. 2، اعمل انستجرام بيج تعرض فيها سامبلز من الشغل بتاعك. 3، ابني ايميل تمبلت، ودي اللي هتعمل بيها ريتش اوت للبراندز، ممكن تبقى ايميل او انستجرام مسج. وتيب هنا مهمه قوي، لينكد ان. لينكد ان عليه اكتر من 60 مليون ديسيجن ميك، منهم براند اونرز وسي اي اوز وسي او اوز، دول الناس اللي بياخدوا قرارات في البراند. ممكن تدور على البراندز اللي انت نفسك تشتغل معاها وتبتدي تريتش اوت على لينكد ان. بس قبل ما تعمل كده لازم تظبط اللينكد ان بيج بتاعتك بحيث ان هي تماتش السكيل اللي انت بتقدمها. طيب وكده يبقى خلصنا الفريلانسنج. تالت واخر حاجه الديجيتال برودكتس. برضو يوزنج السكيل اللي عندك ممكن تبتدي تعمل بي دي افس، تشيك ليستس، اي حاجه داونلودبل، او حتى كورس صغير انت مصوره في اوضتك بالموبايل. مهم تكون بتقدم فاليو للناس اللي هتشتريه. انا وفريده ابتدينا الاف بي اكاديمي ككورس بسيط نعلم فيه الامازون بيسكس للناس. اي حد عايز يتعلم يبيع على امازون قلنا له ايه الخطوات سيمبلي في فيديوز. ما كناش متخيلين ان الموضوع ممكن يجيب تراكشن رهيب ويبقى عندنا اوفر 2000 ستودنت وورلد وايد، وطبعا يحقق مبيعات بالدولار. واحلى حاجه في الديجيتال برودكتس ان مفيش انفنتوري، مش محتاج احط فلوس كابيتال في الاول عشان ابيع الحاجه دي، انت بس بتافرنت الوقت بتاعك والسكيل ومجهودك. ودول الثلاث طرق اللي ممكن يغيروا حياتك، الفريلانسنج واليو جي سي والديجيتال برودكتس. بس الحاجه المشتركه ان انت يبقى عندك سكيل قويه تقدر تقدم بيها السيرفيس. وبجد دي من خبره، اول حاجه هتفشل، ممكن تاني وتالت حاجه يفشلوا. مين اللي بينجح؟ اكتر واحد جرب وفضل كونسيستنت. المثابره مهمه جدا، كل ما تجرب اكتر هتعرف طرق ما تشتغلش معاك اسرع، وتعرف بعد كده ايه اللي بيشتغل وتعمل له ريبليكيشن. انا نفسي فشلت في اول يو جي سي كونتنت اللي هو كان بتاع القهوه، وكذا امازون برودكت مننا في الاول كانوا بيفشلوا، بس اكتسبنا منهم الخبره وعرفنا طرق ما بتشتغلش. وصدقوني اللي بينجح هو اكتر واحد بيجرب من الناس اللي حواليه، وهي دي الفورمولا للنجاح الحقيقي. لو انت فريش جراديويت ما تستناش وظيفه، وابدا من النهارده اتعلم سكيل وبقى احسن واحد بيقدمها، واختبر وجرب اكتر من اي حد. 2026 مليانه فرص، واللي هينجح هو اللي بيبدا. لو عايزين نصايح عن البيزنس اكتر اعملوا سبسكرايب وخلي النوتيفيكيشن شغال. اشوفكم في فيديو جديد.